مين مننا وهو صغير ما جننش والدته بسبب كفتة الرز؟ طبعا كلنا كنا بنجنن اهالينا بسبب كفتة الرز، وهم كانوا بيصمموا يحطوها في الصلصة. كبرنا احنا وولادنا برضو بيجننونا بسبب كفتة الرز، وبرضو احنا مصممين نحطها في الصلصة. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة رز، هنعملها في البيت من الألف للياء، ان شاء الله تكون سهلة وتعجبكم. طبعا احنا ما عارفين، يا اما بنعمل كل كفتة الرز نوديها عند الجزار يدقها لنا، او يفرمها، او احنا نعملها في البيت زي ما انتم شايفين كده. هنجيب لحمة، ده كيلو من اللحم، كيلو الا ربع من اللحمة فرمته زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. هنحط كل الحاجات اللي بنحطها على الكفتة، اللي هي دول حزمتين من الخضرة، شبت وكزبرة وبصل، بصلتين كبار كده، وكم فص توم، وقرن فلفل حامي كده يدي شطشطة خفيفة، والملح طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها، فلفل اسمر، والسبع بهارات لو موجودة. بعد كده احنا عشان هنعملها في البيت فمش هينفع نعملها برز صحيح زي كده، لازم يا اما نطحن الرز ونخليه زي الدقيق كده، يا اما لو مش متوفر عندنا ان احنا نطحنه هنجيبه من السوبر ماركت جاهز، دقيق الرز مطحون جاهز زي كده. انا جايباه جاهز مش طحناه، لان في البيت لازم اطحنه واهزه واصفيه وارجع اطحنه تاني عشان يديني النتيجة دي، انه يبقى ناعم قوي كده. حبايبي لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا معايا في مطبخ سميرة على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. كده انا خدت قد اللحمة، يعني برضو خدت تقريبا اكتر من نص كيلو دقيق شويه، وحطيته على المكونات اللي عندي، اللحمه والخضار اللي انا مقطعاه، وهفرمه بقى تاني في المفرمه. طب انا لو ما عنديش مفرمه اصلا ممكن اجيب اللحمه مفرومه من السوبر ماركت او من عند الجزار، ولو عندي كبه اخلط كل الكلام ده في الكب. هفرمه بقى كده زي ما انتم شايفين. كفتة الرز للناس اللي ما تعرفهاش، دي من الاكلات المصريه القديمه جدا، اللي يعني بترتبط عندنا بالمناسبات والاعياد. دايما احنا بنعملها، حلوة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا ادتني النتيجة دي، طبعا دي يعني لسه خشنة مش هتنفع. هفرمها تاني مرتين او ثلاثة لحد ما تديني عجينة ناعمة خالص، يبقى كله لون بعضه زي كده، ما يبقاش باين البصل من الخضرة من اللحمة من الرز، تبقى كلها مجرد عجينة لون وشكل واحد كده، ويبقى ملمسها ناعم خالص تحت ايدي. هعجنها طبعا كده والمها كويس الاول، وبعد كده نبتدي نصبعها مع بعض. ده شكلها النهائي، بتبقى بالطريقة دي. هنبتدي بقى نصبعها، هجيب شوية زيت صغيرين، ندهن ايدينا كده دهنة زيت عشان خاطر نصبع الكفتة، وبعد كده اعملوها بالطريقة اللي تعجبكم. صوابع الكفتة هنا حابين تعملوا صوابع الكفتة صغيرة او كبيرة، ده يرجع لكم. حابين تعملوها مدورة زي الكور برضو تمشي، ما تقولش لا، على حسب انتوا بتحبوها ايه. لكن هي طبعا الشكل التقليدي ليها اللي هي صوابع الكفتة اللي انتوا شايفيني بعملها دي. كده صبعت الكفتة كلها، هنبتدي بقى نقليها في زيت سخن. هنبتدي ننزل طبعا شوية شوية، مش هننزل كمية كبيرة. على مهلكوا بقى وانتوا بتنزلوا الكفتة في الزيت، عشان انا لقيت صباع صباع كده مش نافع، خدت شوية حطيتهم في الزيت مرة واحدة. هي متماسكة جدا ما بتفكش خالص، ما تقلقوش، حلوة قوي. وانتوا شايفين بصوا هتطلع معانا صوابع سليمة ازاي ما بتفكش. وهنبتدي بقى نطلعها كلها كده. بصوا بتتحمر على طول، ما بتاخدش وقت خالص. كده احنا قلينا الكفتة، وهنا بصوا كنت عاملة شوية مدورين برضو، حابين تعملوها بالشكل ده مفيش اي مشكلة. هنا الكفتة بعد ما بردت، حابين تكيسوها بقى، لو انتوا عاملين كمية كبيرة تحطوا منها في الفريزر تطبخوهم شوية شوية مفيش مشكلة. يعني انا الشوية دول هطبخهم على مرتين غير اللي اتاكل منهم. طبعا بصوا واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة، لو سبتوا الصينية هتخلص كل الكفتة زي ما هي كده، ومش هنحطها في الصلصة ولا اي حاجة، لان احنا كلنا من واحنا صغيرين وولادنا كمان بيحبوا الكفتة قوي المحمرة كده. كده خلاص حمرناها، حبة
تعمليها كلها براحتك، حابه تشيلي منها جزء في الفريزر يقعد معاكي الوقت اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله. هنا هنعمل الصلصه اللي هنحط فيها الكفته. اي ماده دهنيه انت تحبيها، وبصلايه كده صغيره هنحمرها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هنحط الطماطم المعصوره، شويه كمون، شويه بابريكا وبعد كده هنغطي بقى لحد التغذية بتاعتنا ما تتسبك كويس قوي. شفتوا الجمال؟ بصوا التغذية متسبكه وحلوه ازاي. بصوا هنا بقى التغذية هنا تقيله. هقول لكم دلوقتي ازاي نعمل الكفته تفضل معانا يومين وثلاثه في التلاجة، ما تتهريش ولا تعجن ولا اي حاجه خالص. التغذية بعد ما اتسبكت وكانت تقيله كده، هنحط شويه ميه، تقريبا كوبايه من الميه السخنه، لحد الصلصه دي ما تغلي كويس تاني. هوريكم دلوقتي اول الصلصه ما تغلي بالطريقه دي كده، هنزل كميه الكفته اللي انا عايزاها. شوفوا انت عايزه بقى تعملي قد ايه، هتنزلي الكميه اللي انت عايزاها في الصلصه. نسيبها تستوي في الصلصه؟ لا، ما نسيبهاش تستوي في الصلصه. هديها غلوه تقريبا دقيقه واحده، يعني بعد الكفته ما تغلي في ال في الصوص كده في الصلصه دقيقتين، هقفل عليها وهي نيه لسه، يعني قبل ما تستوي. مش هخليها تستوي على النار، انا هخليها تستوي على البخار بالطريقه دي كده. بصوا انا يا دوبك خليتها هي لسه جامده اهي زي ما هي، هغطي عليها واطفي النار. يبقى يا حبايبي مش هنخليها تستوي على النار عشان ما تعجنش، لان ده رز كل ما تسيبيه يستوي كل ما هيعجن والكفته بتاعتك تتهري. بصوا انا طفيت عليها خلاص كده، خلاص الاكله بتاعتي جهزت، او الغدا بتاعي جهز. عملت رز بالشعريه. اوريكم دلوقتي الكفته، بصوا هتبقى سليمه ازاي، ما اتهرتش، ما حصلهاش اي حاجه، تقعد معاكي لتاني يوم. والصوص بتاعها والصلصه فيها كده ميه كده، ما تبقاش تتقل كده وتنشي والرز يطلع النشا بتاعه، لا خالص، هتفضل جميله كده زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال بقى في منتهى الجمال، مفيش احلى من كده. وبصوا مستويه بقى وحلوه ازاي. نخليها بس على النار دقيقتين بعد الغليان، وبعد كده نطفي عليها. استوت ما استوتش اطفوا. بصوا بصوا في منتهى الجمال ازاي، متماسكه وحلوه ومش كبسه كده. تاكلوها تبقى اكنكم بتاكلوا عجين، لا هشه كده من جوه وحلوه قوي. والصوص بتاعها في منتهى الجمال، طعمه حلو قوي. اتمنى تجربوها، ويا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في قناتي مطبخ سميرة على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، وتعملوا كل حاجه تطلع من ايديكم زي العسل ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير.